تفضلي هنا في البلكونه وسايباني جوه لوحدي؟ انا متضايقه يا رجا. انا اول مره حد يقعدني قعده زي دي، وشي في وش راجل غريب متهمني فيه ومضطره ادافع عن نفسي. لا، واللي مقعدني مين؟ جوزي. ليه يا رجا؟ ليه؟ ما انا رديت عليك وقلت لك ان شاديه مش هتبطل ترمي قنابل، وانت رديت وقلت لي انا ما حدش يعرف يسخني يا قشقش. ويا دوب سبتني مع بعضي والعمال، نزلت لها ما اعرفش قالت لك ايه، رحت قلب عليا وقعدتني القعده اللي ما كانش ليها لازمه دي. هو انت يضايقك اني ابقى عايز اطمن؟ يضايقك اني ما ابقاش عايز افضل مخلي شيطان جوايا؟ لا، يضايقني انك تصغرني، يضايقني انك تقل مني، يضايقني انك تقعدني زي الممسوكين في اسم قدام ابنك مش عارفه ارفع عيني في عينه. رجب، هو انا لو كنت كدبت عليك يوم الدخله قلت لك انا بنت بنود كنت هتبقى احسن معايا؟ كان المفروض اروح لدكتوره قبلها؟ ماله ده ومال اللي احنا بنحكي فيه ده؟ انا نسيته وقلت لك حسابي ليكي من يوم كاتب كتابنا، مع ان ده مش طبيعي، بس انا بفوت لاجل عينيكي. قال لك بفوت لاجل عينيكي؟ امال لو ما بتفوتش كنت عملت فيا ايه؟ كنت ربطتني قدام باب المحل وخليت اللي رايح واللي جاي يطفي سجاير في وشي؟ انا محروق دمي يا رجب. خلاص يا ايش بقى، خلاص موضوع وراح لحاله، مش عايزين نفضل واقفين عنده. انا بس عايزه اسال سؤال، بذمتك الرساله اللي هي بعتتها دي تتعقل؟ يعني انا لو في حاجه بيني وبين ابنها زي اللي منها لله دي ما هي بتقول كنت هتجوزك؟ ده بتيجي ازاي؟ ودي ظبطتها بتبقى على مقاس كام بقى؟ الرساله باينه يا رجا، دي رساله خايبه ما تحبلش، رساله كلها توقيع وهبد على الفاضي. خلصنا بقى يا ايش، ولا انت بقى هتطلعي نكديه وما بترويش بسرعه؟ انا لسه بكتشفك اهو. بص يا رجا، انا هطلب منك طلب واحد بس، لو عملته هشيلك في عيني طول العمر وهخليك تقول ايش دي مفيش زيها. ايه الطلب؟ كرامتي من كرامتك يا رجب، كبرني. الست ما تحبش قد الراجل اللي يكبرها. عيني. تسلم لي عينك. مالك يا بنت عامله كده ليه؟ عمي هزقني وقال لي يا بنت حوك الطبال، ولما قلت له يا عمي قال انا مش عمك، عمك اسمه فوطه. هو انت تعرف موضوع فوطه ده؟ انا لا اعرف فوطه ولا اعرف بشكير. وقال لي مش عايزك تعرفينا تاني. ما بناقص يا فاتن يتحرق. يعني ايه بناقص؟ هو انا ليا اصحاب غير لبنى؟ بقول لك ايه والنبي، انا ما فيش دماغ خالص لشغل الحريم بتاعك ده، الله يرضيكي. امال فيك دماغ لايه؟ قول لي مالك، وانا والله العظيم ما هتكلم مع حد. انا اللي عملته مع ايش ده كان غلط قوي. ايوه طبعا. كنت هقول لك على حاجه اوسخ. كانت بنت ما اعرفش اتجوزت رجب ليه، مش عارف برضه دخلت نفسها في وسطينا ودخلت نفسها بيتنا ليه. هو احنا ليه مستغربين الموضوع؟ ما طبيعي. طبيعي. الواحدة مننا لما تحب حد ويكسرها يبقى عندها استعداد تعمل أي حاجة في الدنيا عشان توري اللي بتحبه هو خسر إيه. واختار أنا لما جوزي سابني وتحجج بإني ما بعرفش أرقص، أنا رحت أتعلم رقص عشان هو لسه في دماغي.
تلاقيك انت كمان لسه في دماغها. أنا لما شفتها مع رجب غيرت. معرفش ليه طلعت معاها الوسخ، مع ان اللي كانت عاجباه مختار النضيف. لا يمكن عشان رقاصة فاستحليتها، لا ايه. انا مش فاهم حاجة يا فاتن، انا مش عارف ابطل تفكير فيها. يا نهارك اسود، انت لو فضلت تفكر كده الموضوع هينتهي بموتك. ابوك هيقتلك. اطلعي بره يا قط الفتاة يا سبب المصايب كلها. مالك مكشر كده ليه؟ اللي انت عملتيه ده كان هيوديني في داهية. لا، اللي انا عملته هو الصح، وهو ده اللي كان لازم يتعمل، وانا قلت لك انت لازم تقول له، ما سمعتش الكلام. رجب بقى بيعاملني زي اي صبي عنده في المحل، وغير مكان المخزن وما قالش لحد عليه ولا هيقول، وكل ده بسبب الرسالة بتاعتك. غير مكان المخزن؟ بجد؟ لا ومش كده وبس، ده بعتلك معاه رسالة بيقولك ان احنا كلنا كده مربوطين في حزمة واحدة، لما بيسعى لحد بيلاقي نفسه بيسعى على الباقي معاه. شكلها تتطربق علينا. بنت إخلاص داخلة البيت تهده على دماغنا. إيش داخلة تاخد حق أمها مننا وحقها منا.